مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة صيفية لذيذة جدا. هنعمل مع بعض أحلى وأسهل آيس كريم، أسرع آيس كريم ممكن تعملوه في حياتكم. آيس كريم بفواكه طبيعية بمكونات سهلة وبسيطة. هتقومي تعمليه دلوقتي حالا، مش هياخد منك وقت خالص. قبل ما اقول لكم مكونات الايس كريم القمر ده، تعالى اوريكم شكل البوله بتاعه الايس كريم وقد ايه هو متماسك وجميل. والمفاجأة ان احنا عاملينه كمان بمكونين اتنين بس، يعني مفيش ابسط ولا اسهل من كده. شايفين مع بعض؟ هنعمل مع بعض النهاردة ايس كريم المانجا، سهل وسريع ولذيذ، وهيعجب اولادك جدا لو هما مش بياكلوا الفاكهة وبيتعبوكي فيها. تقدري كمان تستبدلي المانجا باي نوع فاكهة انت حباه، وبرضه هيطلع معاكي جميل وحلو جدا. النهارده كمان هنعمل الايس كريم ده من غير اي اضافات او الوان صناعيه، هنعمله بمكون طبيعي جدا وجميل. زي ما انتم شايفين كده البوله بتطلع معايا متماسكه وجميله، وانا ما فاتش عليها غير 8 ساعات بالظبط. شايفين الجمال والطعامه؟ تقدروا بقى تعملوا احلى واجمل انواع الايس كريم لو عندك اكتر من نوع من الفاكهه. هقول لك طبعا على بدايل للمانجا، تقدري تستبدليها باي نوع فاكهه انت حباها وتقدميها احلى ايس كريم ممكن تقدميه. لو عندك ضيوف غفله، حابه تدلعي اولادك، عندك امتحانات اليومين دول، برضو امتحانات الثانويه العامه، وعايزين نفرفشهم وندلعهم، ممكن نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم اسهل ايس كريم ممكن نعملوه ونعيشهم كده، وحاجه لذيذه جدا. والايس كريم ده ممكن يتقدم مع شويه من ورق النعناع، وطبعا العين بتاكل قبل البق، والتزيين ده بيدي بهجه وبيخلي شكل الطبق جميل جدا. شايفين؟ مفيش اجمل ولا اطعم من كده. احلى حاجه ان لونه طبيعي، انا مستخدمتش فيه اي مكونات اضافيه، يا دوبك ده لون المانجا الطبيعي. يعني حاجه جميله ومضمونه، وكمان ما فيهاش الوان صناعيه. تعالوا بقى الاول ندوق الايس كريم القمر ده، وبعد كده اقول لكم عملناه ازاي. شايفين؟ انا حابه اعمل لكم زوم بس عشان اوريكم قد ايه شكل الايس كريم مبهج وجميل، واللون بتاعه لون طبيعي ولذيذ جدا. اول مكون معايا في الايس كريم ده هو عصير المانجا. انا محتاجه هنا نص كيلو من المانجا، عصرتها زي ما هي كده في الخلاط من غير ولا نقطه ميه. عندك بلندر، استخدمي البلندر مفيش اي مشكله، ولو مش عندك مش متوفر، انا اصلا عصرته في الخلاط، مش بيعمل اي حاجه في الخلاط لان المانجا فيها الياف ومليانه سوائل، فهي هتنزل الميه بتاعتها، وهتبقى بيوريه زي ما انت شايفه كده، وشكلها جميل جدا. ده اول مكون معانا. هحتاج كوبايه ونص من عصير المانجا، لو متوفر عندك كوبايتين مفيش اي مشكله خالص. انا استخدمت نص كيلو كمان من المانجا لو انت حباها بالوزن. ده المكون الاول اللي عندنا في ايس كريم المانجا. ممكن تستبدلوه باي نوع فاكهه انتوا حابينه. لو متوفر عندك فراوله ممكن تضربيها زي ما هي، كيوي ممكن تضربيه، شمام، حابه تحطي اي نوع فاكهه انت عايزاها، خوخ، تفاح، مفيش اي مشكله خالص. اي نوع اولادك بيحبوه هتستخدميه وهيطلع معاكي جميل جدا. استخدمت بقى المكون التاني وهو كيس من الكريم شانتيه، اللي هو الكيس الجاهز بيبقى عبارة عن 45 جرام. لو هتستخدمي الكريم شانتيه الخام مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تضيفي معلقة من السكر. انا مستخدمة اصلا بودرة الكريم شانتيه المحلى، فمش هحتاج اضيف سكر، وانا هكتفي بطعم الفاكهة الطبيعي، فمش هحتاج اضيف اي سكر خالص. هضيف المعلقة الاختياري دي، معلقة عسل الجلوكوز، بتدينا مطة حلوة وقوام حلو للايس كريم بتاعنا. ممكن تستبدلوها، ممكن تستغنوا عنها. ممكن تستبدلوها بايه؟ تستبدلوها بمعلقة من عسل النحل، او معلقة من الشربات التقيل. ممكن تستغنوا عنها، مفيش اي مشكلة خالص، وتكتفوا بالمكونين الاساسيين لينا وهو عصير المانجا وكيس الكريم شانتيه. انا ما حطيتش ميه خالص، وحبيت اضرب الكريم شانتيه بالعصير بتاع المانجا عشان يطلع الطعم غني جدا وطعم المانجا يطلع قوي. زي ما انتم شايفين انا بضربها بالمضرب الكهربائي، مش هياخد مني 5 دقايق. لو مش متوفر عندك مضرب كهربائي ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي، هياخد منك 10 دقايق بس، هيتعبك شويه صغيرين، لكن هيطلع معاكي برضو نفس النتيجه والقوام الحلو. اول ما بقى القوام كريمي معانا وقوام كريم شانتيه بقى حلو،
هبدأ بقى اعمل الخطوة التانية لنجاح الايس كريم، وهي بديل لمكنة الايس كريم. هجيب بولة كبيرة تكون اكبر من البولة اللي انا مستخدماها، واحط فيها مكعبات من التلج ومعلقة صغيرة من الملح. الملح هنا بيحافظ على التلج انه يفضل متماسك فترة اطول وما يسيحش معايا بسهولة. ودي الخطوة اللي انا هعملها كبديل لمكنة الايس كريم. طبعا مش كل البيوت متوفر فيها مكنة الايس كريم، حبيت ابسط واسهلها عليكم ان انتوا لو مش متوفر عندكم مكنة الايس كريم ممكن تعملوا الخطوة دي بكل سهولة. هجيب بقى البولة بتاعتنا اللي احنا عملنا فيها الكريمة مع المانجا، وهبدأ اضربها. لاحظوا معايا القوام، حاليا القوام يدوبك كريمي بس خفيف شوية. مع وجود التلج ومع الضرب المستمر حوالي 10 دقايق هيبدأ القوام يتقل معانا ويبقى كريمي اكتر، ونبدأ نخش في مرحلة الايس كريم. دلوقتي هوريكم شكل والقوام اللي انا بتكلم عنه بالمعلقة. انا عايزة القوام يبقى تقيل متماسك نوعا ما، يعني الكريمة ما تنزلش بسهولة من المضرب او من المعلقة اللي احنا بنستخدمها. هو ده القوام المثالي للايس كريم عشان تحصلي على ايس كريم متماسك وكريمي. لما تدخليه الفريزر وتطلعيه يطلع قوامه مثالي معاكي، ويطلع زيه زي الجاهز. زي ما انتم شايفين انا محبتش اسرع الجزئيه دي، حبيت اعمل لكم كل الخطوات قدامكم عشان تشوفوا قد ايه الايس كريم بدا يتماسك معايا. لو لاحظتوا الكريمه بدات تتقل معايا وبدات القوام بتاعها يبقى تقيل بينزل بصعوبة من المعلقة، هو ده القوام المثالي للآيس كريم اللي أنا عايزاه. في الأول كانت الأول كريمي بس كانت أخف شوية. مع وجود التلج طبعا واحنا بنضرب القوام بدأ يسقع معانا وبدأ يخش في مرحلة الآيس كريم. هجيب أي بقى علبة تلاجة عندي وأبدأ أحط الخليط بتاع الآيس كريم اللي احنا عملناه ده، وهبدأ أساوي الوش بتاعه وهدخله الفريزر مدة بقى إن هو التجميد بتاع الآيس كريم مش أقل من 8 ساعات، ممكن 6 ساعات، ممكن 6 ساعات، ولكن عشان تحصلي على نتيجة حلوة وقوام متماسك وكريمي حاولي تحطيه في الفريزر 8 ساعات. ولو متوفر عندك دي في الفريزر هيكون أفضل، لكن لو مش متوفر عادي في الفريزر هيقوم بنفس الوظيفة وهيتماسك معانا ويبقى حلو جدا. لاحظوا ان اللون جميل جدا نفس لون المانجا، ما ضفناش عليه اي الوان صناعيه، ودي حاجه بتميز الايس كريم بتاعنا. الايس كريم البيتي ما فيهوش مواد حافظه، ما فيهوش الوان صناعيه، مستخدمين فيه فاكهه طبيعيه، فحاجه مغذيه وبنقدمها لاولادنا بكل حب، هتطلع جميله جدا. بمناسبة بقى ان احنا بنعمل ايس كريم حلو وجميل، هبدأ احكي لكم قصة كده ليها علاقة بالايس كريم. انا زي اي ام كده بحبيت اعلم بنتي كده في الاول الحروف والارقام من بدري شوية، وهي كده عندها سنتين، فبدأت اجيب لها الكروت اللي بتتباع في المكتبات، الكروت التعليمية يعني، بيبقى فيها الحروف او الارقام ومعاها الكلمة، وطبعا مرسوم عليها وبيبقى فيه رسمة وكلام من ده. وانا كنت بعلم بنتي الحروف اللي بالانجلش، كانت دايما في كارت مميز بتمسكه دايما وبيلفت نظرها جدا. طبعا الكارت المميز هو كارت الايس كريم بلا منازع، عشان تعرفوا بس ان الاطفال بتحب الايس كريم وبتحب شكل والوان الايس كريم ذات نفسها. فكل ما كنت انا باجي العب معاها اللعبه بتاعه الحروف كانت دايما تشاور لي على الكارت بتاع الايس كريم ده، واول كلمه حفظتها يعتبر معايا هي الايس كريم. ولما كنا بنخرج بقى ونتفسح وكده كانت دايما بتطلب الايس كريم واحنا خارجين، فدي اول كلمه تعتبر حفظتها. فده موقف كده مميز بالنسبه لي بمناسبه ان احنا بنعمل ايس كريم. طبعا اولادنا دول نعمه من عند ربنا، احنا بقى بنحاول نذاكر لهم وندلعهم، بس في نفس الوقت لازم نعمل لهم الحاجات اللي هم بيحبوها. فدلعي اولادك واعملي لهم الحاجات اللي هم بيحبوها في البيت، طعمها بيبقى افضل بكتير وبتبقى معموله بحب، وطبعا انت بتبقى ضامنه مكوناتها ونظافتها. النهارده عملت معاكم ايس كريم المانجا، ايس كريم سهل وسريع ما خدش مننا وقت خالص. شايفين قوام الكوره بتاعت الايس كريم متماسكه وجميله وكريمي ولذيذ جدا. تقدروا بقى تقدموه مع ورق النعناع او عصير الليمون الفريش، هيطلع جميل جدا. ايس كريم بقى وعصير، يعني دلعوا اولادكم. اليومين دول كمان في اولادنا اللي بيمتحنوا في الثانويه العامه ممكن نعمل لهم بقى
الوصفة دي كنوع من أنواع التشجيع والتحفيز على المذاكرة. وممكن بقى في الصيف، احنا بقى في الصيف والدنيا حر بالليل بقى، ناخد لنا بولة بالليل، بولة بالنهار. دلعوا نفسيكم، دلعوا أولادكم بأحلى وأسهل آيس كريم معمول بمكونين 2 بس. النهارده عملت معاكم وصفة سهلة وبسيطة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك للقمر. لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي متنسوش تدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني في وصفة أخرى. باي باي.